عن طريق التجربة وعن طريق الممارسة عرفنا ان خلاص مهما تطورت اساليب الدعاية ومهما تطور موضوع الماركتينج عن طريق السوشيال ميديا وحتى لو اللوحات الاعلانية، كل الكلام ده مهما تطور طرق الدعاية تظل الدعاية عن طريق التجربة هي الافضل على الاطلاق. فمهما حاولنا نعمل ماركتينج ونعمل تمويل لشغلنا وبتاع، العميل في النهايه الاغلب بيجي عن طريق اللي جرب. اللهم لك الحمد، مثلا حد اتعامل معانا فبيجيب لنا حد واثنين وثلاثه وهكذا، هي بتبقى سلسله اللهم لك الحمد يعني ايه لا منتهيه يعني، لان انت حد بيجربك فبيجيب حد وحد بيجيب حد وهكذا. كان زمان كان في حاجه اسمها كيو نت، كانت هي ماشيه بالموضوع ده بالمناسبه يعني. طيب بغض النظر عن المواضيع الخارجيه يعني، خلينا نركز اكتر في موضوعنا، ان احنا عندنا انت ما تعرفش حد. فانا عملت حاجه كده، فكره ان شاء الله تكون كويسه، مبادره كده، او يعني نقدر نقول عليها كانك معانا من زمان او كانك تعرفنا من زمان. خلاص كانك معانا من زمان، خلاص كانك انت عميل عندنا اصلا قديم واتعاملت معانا قبل كده. طيب المبادره دي فكرتها ايه؟ فكرتها ببساطه احنا بنجيلك لحد عندك، وطبيعي لو انت عميل قديم عندنا فاحنا بنجيلك على طول مباشره، وبنرفع مقاسات فور فري، ما بناخدش فلوس مقابل المعاينه. طبعا دي حاجه بيتميز بيها العملاء القدام، يعني انت لو مشطب معانا حاجه قبل كده وفي حاجه معاك جديده او حد تبعك، ما بناخدش فلوس في المعاينه ولا بناخد فلوس في البلان اللي هو بيتعمل بتاع الفرش. فبنعمل المعاينه وممكن نعمل مقايسه كمان فور فري عادي جدا لو اتفقنا على النقاط الاساسيه في التشطيبات والتنفيذ. فدي طبعا نقطه مهمه جدا بنميز بيها العميل القديم، اللي هو موضوع المعاينه المجانيه وكمان رفع المقاسات فور فري بالاضافه لتصميم وضع الفرش. طيب كده خلاص، دي نقطه. النقطة الثانية اللي احنا عايزين نميز بيها برضو المبادرة دي، ان العميل من حقه ان هو عشان يطمن يجي اي موقع من مواقعنا اللي هي شغالة اللهم لك الحمد، ويشوف سير العمل عامل ازاي، ويشوف النظام بتاعنا عامل ازاي، ويتابع معانا مراحل التشطيب الخاصة بالعملاء التانيين. ولو ان شاء الله حابب يخش شقة بالفعل او فيلا شطبناها وعايز يبص عليها، طبعا نستأذن من اصحابها الاول، لو ما فيش مشكلة طبعا يتفضل يعني. خلاص، فهي المبادرة دي خلينا نقول عليها مبادرة ثقة، أو مبادرة كأنك تعرفنا من زمان، كأنك عميل عندنا وتتعامل معانا بفضل الله يعني، وتشوف بنشتغل إزاي. أرجو إن المبادرة دي تكون فعالة، بالذات مع الناس اللي ما تعرفناش ولا سمعت عننا قبل كده. فإن شاء الله حاجة زي كده تكسب الناس دي ثقتنا يعني. يومكم جميل وصباحكم زي الفل إن شاء الله. السلام عليكم.